حكايتنا النهاردة حكاية من أجمل الحكايات، حكاية المنديل والعشر دنانير. كان هناك فلاح ما يملكش الكتير. كان الفلاح عنده زوجته وأولاده الخمسة وحقله اللي بيزرعه ويهتم بيه. وفي يوم من الأيام صحي الفلاح فزرع بذور في حقله، واستنى الفلاح نزول المطر يوم بعد يوم، لكن منزلش المطر وعطش حقل الفلاح. بص الفلاح للسما ودعا ربنا، وشاف السما اتملت بغيوم لونها اسود. قال الفلاح بفرح وهو باصص للسما: يا مطر انزل عشان تنمو البذور وتضيق الحقول وتغني المحاصيل. لكن فجأة رحلت الغيوم ورجعت السما صافية من تاني. حزن الفلاح جدا لأنه كان بيستنى المطر بفارغ الصبر. رجع الفلاح لبيته فلاحظت زوجته حزنه، فقالت له: ما تحزنش، الأمر ما يستحقش كل الحزن الشديد ده. رد الفلاح على زوجته وقال: من فضلك سيبيني في حالي أنا وهمي. قالت الزوجة: هتفضل قاعد كده من غير ما تعمل حاجة غير إنك تشكي حظك السيء؟ قوم واسعى لرزقك، أرض الله واسعة وكرمه ورزقه واسع. صرخ الفلاح وقال: أسعى ازاي؟ الأرض جفت وأصبحت زي الحجر، والبذور اللي نثرتها في تربة الحقل أكلتها الطيور والعصافير. سيبيني في همي، أنا مش قادر أشوف أرضي بالشكل ده. ردت الزوجة وقالت لزوجها: لو فضلت قاعد كده هتموت من الجوع، قوم واسعى، ربك كريم جدا. اقتنع الفلاح بكلام زوجته لأنه قعدته في البيت مش هينفع أسرته. قرر الفلاح السفر يدور على الرزق، وفي طريقه واجه الكتير والكتير من الشدائد والصعوبات في سفره من مكان لمكان. وفي يوم من الأيام وصل الفلاح لقصر غاية في الجمال. قرب الفلاح من القصر، قال الحراس للفلاح: انت رايح فين؟ قال الفلاح: عايز اتكلم مع صاحب القصر. قال الحارس: عايز تتكلم مع السلطان؟ وقت ما كان الفلاح بيتكلم مع الحراس سمع السلطان كلامه، فشاور للحارس انه يسمح للفلاح بدخول القصر. ولما دخل الفلاح القصر ألقى التحية على السلطان. قال السلطان: عايز ايه مني؟ قال الفلاح: انا عايز اشتغل يا مولاي السلطان. قال السلطان: ايه هي مهنتك؟ قال الفلاح: انا فلاح يا مولاي السلطان. وقال السلطان: انا مش محتاج لفلاحين، لكن من الممكن اني اخليك تزيل الصخور من الارض اللي امتلكها، فمن الممكن اني اجعل من الارض دي شيء مفيد للسلطنة. قال الفلاح: تحت امرك يا مولاي السلطان، انا هعمل اللي تؤمر بيه من غير تقصير. قال السلطان: اجرك دينار من الذهب لكل اسبوع. قال الفلاح: مولاي السلطان، ليه ما توزنش منديلي كل اسبوع وتديني وزنه ذهب؟ واخرج الفلاح منديل من جيبه وعطاه للسلطان، وكان المنديل صغير وخفيف الوزن مطرز بخيوط لونها اخضر. فضحك السلطان من كلام الفلاح وقال: المنديل ملهوش وزن. قال الفلاح: انت الرابح يا مولاي السلطان. وافق السلطان على فكرة الفلاح بخصوص أجره. فضل الفلاح يكسر في الصخور، وكان الفلاح
كل ما عرق يمسح عرقه بالمنديل الصغير، وفضل على الحال ده لحد ما وصل لنهاية الأسبوع، ميعاد أخذ أجره من السلطان. حضر السلطان وشكر الفلاح على جهده الواضح. طلب الفلاح من السلطان وزن المنديل، فأخذ السلطان المنديل من الفلاح، وكان المنديل كله عرق من الفلاح. فقام السلطان بوضع المنديل على كفة الميزان، ووضع الذهب في الكفة التانية من الميزان، وفضل السلطان يحط الذهب ويزيد قطع الذهب. ما صدقش السلطان اللي شافه، لأنه حط الكتير من الذهب مقابل منديل الفلاح. وصلت عدد القطع الذهبية اللي وضعها السلطان ل10 قطع ذهبية. فقال السلطان للفلاح: ايه حكاية منديلك ده؟ منديلك عجيب. ابتسم الفلاح وقال: انا قمت بعملي بإخلاص وشرف، وده خلى عرقي اللي عرقته أكتر وزن ويعادل وزن الذهب، وأنا بشتغل بضمير علشان ربنا يبارك لي في رزقي وأولادي. قال السلطان للفلاح: بارك الله تعالى في رزقك وأولادك، خد أجرك واذهب لأهلك. وراح الفلاح لأسرته، رجع لحقله اللي مطرت السماء عليه في اليوم اللي رجع فيه لأسرته، وفرح الفلاح وأسرته. حكايتنا النهاردة خلصت. نتعلم منها إننا كل ما نعمل بضمير ورضا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيرضينا بالخير الكتير. وكده خلصت حكايتنا النهاردة. استنونا في يوم جديد وحكاية جديدة من حكاياتنا أجمل الحكايات.